وعنوان حلقتنا اليوم هو رسالة في اتصال. بالنسبة لي أريد أوجه لنفسي رسالة. أود أن أقوم بالاتصال إلى نفسي وأن أوجه إليها كلمة شكر. شكرا يا نفسي العزيزة، شكرا لأنك تتحمليني في أوقات كثيرة من تقلباتي المزاجية، وفي ذلك الوقت لا أملك إلا أن أتوكل على رب العالمين وألجأ إليه وأحتسب وأدعو يا رب إنما هي خيرة والأمر لك في الأول والأخير. ولا أنكر أني أغضب، ولكني أستدرك في نفس الوقت، ومخرجي الوحيد هو أقرب صدقة. وحواري مع نفسي يكون كالآتي: إنما هي تجارب أمر بها وأتعلم منها. في أحيان كثيرة هذه التجارب تكون مؤلمة جدا، لكنها تعلمني أن أواجه وتخلق مني شخصية أقوى. لذلك أقول شكرا لنفسي